خلاص ما كان سؤال هنا. روح. راني قلنا هذا السؤال حاجه نحاول تخدمها بطريقتك الخاصه. تخرج معاه راك ضيعت الجمهور. يكون معك واحد ولا مرشد ولا مساعد ولا واحد من الشباب هذا قاعد يريح معاه دير. هنا تقدر تعيط للحمايه، تعيط للحمايه يجوا يدوه بصح. شوف كيفاش يكون بيناتكم واحد التواصل. خلاص احنا في الغالب معنا احسن طريقه انك تعيط للطوارئ يجوا يهزوا من المكان ودير معهم تواصل كيفاش راح تريكيبيري المعتمر تاعهم. خلاص فوتوا هذه بالمدينه. خلاص رانا كنا في مكه، المدينه نفس الاجراءات رانا اللي درناها في مكه نديروه. صح كاين بعض الاشياء اللي تكون في المدينه، تكون بعض الاشياء اللي ناقصه. توزيع المعتمرين حسب الغرف، كارت فيزيت ورقم البطاقه والغرفه اللي لازم تاخذ بعين الاعتبار. المرور على الغرف المعتمرين وبلاغهم بوقت النزول اذا كان بغينا ننزلوا كاع جماعه الى زياره الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نعطوا الى الحرم المدني. والله اذا كان بغينا نديروا جماعه نحدد الوقت قال منا على ساعه مع نصف ساعه نتلاقاو في الريسبسيون ونعطوا مع بعض. وهي من الاحسن ديروها كاع الناس تهبط مع بعض باش يتعلموا وتعطيهم بعض الارشادات واش هي الطريق ولا وين تروح وكيفاش تلحق الاوتيل وهكذا. دائما تكون الخرجه الاولى جماعيه احسن. تقديم مخطط المسار من الفندق نحو المسجد، توري لهم قال هاو الفندق تاعنا باش ما تنساهاش. هاي كاين عندك هذيك البراكا ولا عندك هذا المزار ولا عندك هذه الحاجه ولا مكتبه ولا قيدها. هاو الرقم تاع الباب اللي تدخل منه، رقم الباب اللي تخرج منه وهكذا. كل هذه الارشادات تتم في اليوم الاولي. اذا كان وصلت باش ديرها في اليوم الاول عرف باللي راك 90% من المعتمر تاعك ضمنته. خلاص هي النهار الاول يوقع لك المشكل. الناس غير قيد الباركور يعرف كيفاش يروح، يولوا يروحوا وحدهم ويجوا وحدهم الى المسجد ويقوموا باشيائهم وحدهم. بطبيعه الحال راح تذكر باداب زياره تاع الرسول صلى الله عليه وسلم والدخول للحرم ودعاء الحرم والدخول ودعاء الدخول دعاء الخروج والعلاج والفوضى ودي كل هذه الاشياء راح تقدمهم الى المعتمر تاعك. حاجه واحده اخرى رانا تكلمنا عليها اللي درناها في مكه هي جلوسك بعد صلاه الصبح في المدخل باش كاع الناس يشوفوك. مثلا كاع المعتمرين يشوفوك يعرفوا بلي راه كاين مرشد واقف معاهم وراه حارس عليهم. وايضا بعد صلاه العشاء تريح في هذاك المكان باش يشوفوك بلي راك تم وتطمئن على صحتهم. ومن بعد كي يتعشاو وتحسهم بلي راه خلاص راهم خلاص قريب يروحوا للنوم فوت عليه في الغرف تاعهم السلام عليكم واش تخصوا بارك الله فيكم ربي يتقبل منكم وتروح ترقد. وهكذا تحسس المعتمر تاعك بلي راك واقف عليه. بطبيعه الحال عندنا حاجه اسمها المزارات في مكه وفي المدينه. المزارات نتاع مكه هي مزارات استكشافيه يقولوا لنا ما فيهاش اجر ولكن نخص نروحوا لها. على واش نروحوا لها؟ باش نعتوا لهذا المعتمر تاعنا الرسول صلى الله عليه وسلم كيفاش كان يطلع على هذاك الجبل غار حراء يهبط منه خاصه يوم نزول الوحي كيفاش كان مرعوب وهبط مع هذاك الكاف الطويل بعيد وهبط منه. تخيلوا هذه الاشياء دائما حسوا المعتمر تاعكم بهذه الاشياء الروحانيه هذه باش ما يكونش كاف مجرد كاف وغار وكذا. صح كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلع هذاك الغار؟ كيفاش كانت في غار جبل طور مثلا؟ كيفاش كانت البلاد النطاقيه تطلع من الطعام وتهبط حاجه جبل مش سهل. الناس اللي راحوا شافوه مش حاجه سهله مش كما الجبال تاعنا راه باش تطلع له باش تهبط منه يحب لك. خص ندخلوا فيها في فكر المعتمرين تاعنا نعيشوهم هذه الاحداث اللي كان الصحابه وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعيشها. ايضا ابلاغ المعتمرين بتوقيت الزيارات. بطبيعه الحال انت كمرشد راك تنسق مع صاحب الحافله وصاحب الوكاله الداخليه هذاك اللي يكون في السعوديه يعطيك الوقت ويعطيك الرقم تاع السائق ولا الحافله. راك تحدد مع الوقت وراك تخبر الناس بالوقت هذا. قال مثلا وفي الغالب انت اللي تختار الوقت. حاولوا انكم اختيار المزارات يكون في الصباح باكر بعد صلاه الصبح يرجعوا يشربوا قهوه ولا يشربوا فطور كذا ويخرجوا مباشره. علاه لعده اشياء او لشيئين. الشيء الاول ان اكتيفيتي سخانه مع العشره مع 11 تطلع الشمس تولي حاجه مرهقه. والشيء الثاني المهم جدا باش ما تضيعش صلاه الظهر.
حاول انك تقضي المزارات، ما توليش المزار هي عاد باش ما تخليكش تقدم الصلاه الفريضه على هذه الزياره. اذا كان يقتضي الامر انك ما ديرش الزياره ما ديرش الزياره، هو راه مش صح. صلاه لازم تحاول تحرص عليها انت ولا الجماعه تاعك. زياده نصف ساعه دائما رانا تكلمنا عليها، تقول مثلا نخرجوا على 9 اش راح تقول لهم 9 فيها تكركيه وخاصه العصر ونص وكذا، كاع رايحين نخرجوا على 8 ونص 9 قل 9 نلقاهم واجدين وتهزم. تقديم نبذه تاريخيه ودينيه عن كل مواقع من مواقع الزيارات، تعمر راسك فيها بالاشياء، جبل احد واش صرا فيه، واش صرا، واش كاين، جبل النور، كل هذه المزارات اللي تروح لهم. انا مره كنت هكا ما كنتش مع مجموعه، كنت مع مجموعه واحده اخرين تاهين الله غالب عليهم مساكين. انا حسيتهم رايحين للشويخات، داو من المزارات، جاء هذاك المرشد تاعهم ها مقبره الشهداء، هاجوا الجبل ذاك وخلاهم تاني، لا كلمه لا كيفاش يدعوا لا كيفاش يديروا لا واش صرا في هذاك الجبل تاع الرومان ما دار حتى حاجه، شويه ورجعوا للبيس تاعهم. ما تكونش بهذا الشكل هذا، عمر راسك. واش معنى هذا جبل الرومان؟ تحكي لهم شويه كاع شفنا قصه الرساله واش داروا الرسول صلى الله عليه وسلم وكيفاش هبطوا وكيفاش غادروا المكان الواقع. تعمر راسك بهذه الاشياء هذه كي تكون تما تحكيها بطريقه مليحه والناس تستمتع وتعيش الحدث ايضا. العوده الى ارض الوطن كمرشد بطبيعه الحال عندك بعض الاشياء اللي لازم ديرها، المتابعه الاداريه والانسانيه المعتمر تاعك قبل المغادره. ماشي كملنا ودخلنا خلاص كل واحد هاز باجاجو تطلق الحبل بالغاشيدو، كل واحد يعوم بحر والله يسهل عليك. انا كلمه المهم تاعي تولي تتبع في الباجاج تاعك والناس خاطئ، الناس ما تتبعهاش. خص ثاني هنا تخدم الدور تاعك كما درتو، توريه من المكان اللي يديروا في عمليه قطع اخذ البطاقه الركوب، وين يحطوا الباجاج تاعهم. اذا كانت تستعطف هذوك الناس، خاطر كثير من الناس هنا راه يجيك معاه الماء ويجيب معاه باجاج ويجيب معاه كذا، وطيب خاطر هذا الناس تاع شاف لاجونس وكذا وقال سامحنا وديرنا وفي وجهي وكذا، خليهم يفوتوا بعض الاشياء اللي ربما القانون لا يسمح بها، ولكن بتدخلات انت تقدر تدير هذه الاشياء. فاتوا من خلاص هذه يدخلوا عمليه المراقبه الامنيه تاعنا كيف قدامهم، دخلوا للمطار، دخلوا في الطياره دائما راك تحسبهم دير كذا. وصلنا الى مطار الجزائر ولا مطار ورقه ولا اي مطار من المطارات، ايضا توقف مع هاد الناس هذو، خاصه الشوابين، خاصه الناس اللي ما عندهمش مرافق ولا حاجه. ما تلهاش بالباجاج تاعك وتقول خلاص انا هذا خلاص المهمه تاعك. المهمه تاعك خلاص عندما هذاك المعتمر يجوا الاهل تاعو يهزوه الباجاج تاعو، هنا يقول الحمد لله انا كلمت المهمه تاعي. طونك ما صراتش هذه مازال راهو تحت الحمايه تاعك، ربما ينسى باجاج، ربما ما يخرجلوش الماء تاعو، ربما حاجه، وانت راك ديجا ركبت في الكروس ولا مع جماعتك وخليت الناس حتى اخر واحد يخرج من المطار. ورافق الحجاج حتى السياسه تاعك تاكد من عوده الجميع سالمين، رفع تقرير نهائي بطبيعه الحال، ترجع للبلاد تكتب تقرير على الميسيون اللي درتها، واش هي المشاكل، واش هي الاشياء اللي كانت مليحه، واش هي الاشياء اللي كانت ماشي مليحه، تحاول مع الستاف تاعك ولا الاداره تاعك انهم باش يحسنوا الاوضاع، الاخطاء يحاولوا يجنبوها والايجابيات يحاولوا انهم يطوروها في المستقبل. وبهذا الشكل رايح ترفد المعنويات نتاعك كمرشد والوكاله تاعك. بطبيعه الحال كي ترفد الوكاله تاعك راح يكون عندكم اقبال ويكون عندكم معتمرين ويكون فيها مردوديات كثير. هذه ما نتكلموش عليها، نتكلم على حاجه اخرى باختصار شديد. هذه كل مرشد يخص تكون عنده هذه الحقيبه هذه. رانا تكلمنا قلنا في بدايه الامر قبل ما نديروا اي اجراء، المعتمر نتاعي نعيطهم في مكان كيما هذا، ونعيط للشيخ من المشايخ يعطيه المناسك العمره، ونقدم بعض الارشادات نقدمها باختصار شديد لان نشوف لي الوقت ما يكفيش. اول حاجه الاخلاص النيه، لماذا تريد ان تعتمر، ولا لماذا تريد انت كمرشد على راح دير هذه العمره وعلى راح دير هذا الشيء. المال الحلال هذا تطلبها من المعتمر نتاعك، تقدم له هذه حقيبه تدريبيه ولا حقيبه تكوينيه. بطبيعه الحال المال الحلال وتبعد المال الحرام والمشبوه. هذا الناس اللي رايحين مع العمره راه ممكن واحد خاطف، ممكن راه سارق، ممكن راه ناهب، ممكن دار واحد الحيله. تحاول باللي لا ودي هذه العمره هذه لازم تاخذها بمال الخاص والحلال اللي ما فيه اي شبهه. اذا عندك مظالم واحد كذبت معاه ولا ظلمته ولا صبيته ولا حاجه، راح حاول تسامحه وصار معك كثره الاستغفار والتوبه. تعلم مناسك العمره جيدا قبل الذهاب، راه قالها الاستاذ، وخص تعرفها. انت راك رايح مشرف وماكش عارف كثير من الاشياء، خص قبل ما تتحرك لازم تعمر راسك بهذه.
الطهاره في البيت، تخبر الناس هذو راه قال الاستاذ ممكن تروح المطار من المطارات، انت ناوي باش دير عمليه احراق في هذاك المطار ولا اغتسال وكذا، تلقى الماء ما كانش ولا حاجه. حاول ان كل هذه الاشياء ديرها في البيت تاعك قبل ما تتنقل. المرفقات راح يقول الناس هذو لازم حذاء مريح، راح يمشي كثير ومزارات وقاعد يجي على المسجد، ربما يدي واحد الصباط يوم يومين توقع له واحد الشده فكره ويقول انا مش طايق نمشي. حاولوا تجنبوا من الفلاكيت هذه كان فلاكيت راه في المطاف ولا في المسعى ولا حاجه ولا خير راح يصلي يعرف شويه واحد الادويه نتاعو السيف اللي يدير الادويه نتاعو كامله وتاخذها من كيف النهار الاول قبل تروح. الاوراق الشخصيه البطاقه والباج والباسبور وكامل الاوراق تاعو يدي معاه سجاده. كثير من المرات ما يخلوكش تدخل للحرم تولي تصلي في البلاط بارد ولا تصلي في واحد المكان تحسوا باللي موش علاج، تولي الصلايه تاعك تولي تخدم بها مليح. بضله ولا كاسكيت هذه الباراسول ولا حاجه معاك لان الشمس راه قويه، بدل شويه خفيفه فيستك فيها خفيفه ولا هو الجو راه سخون، ولكن في المدينه مرات يكون بارد مرات حتى في مكه الجو تاعها يكون شويه بارد. ثاني حاول انك تنبه الناس باش يدوا واحد البدله، يدوا زوج بدلات ولا ثلاث بدلات على الاقل ثلاث بدلات، واحده نقيه واحده مغسوله واحده محطوطه هكا باش تكون حالات. موزع كهرباء حاجه مهمه جدا، خاصه الناس اللي يديروا الريزيستونس باش يديروا لاتاي ولا عندهم التليفون تاعهم ولا خاطر سميتو تاعنا هذا المشكل تاعهم بس تدي هذيك تاعها عاد تندار 15000 ولا 16000 كل واحد يقول له ديها معاه. الباج والفيزا هذه تدخل في المحرمات، ما حرام عليك تنحب باج والفيزا ثاني دخلت تمشيها معاه. علاه الفيزا؟ لان ربما لا قدر الله يوقع لك واحد الحادث في الطريق باش يدوك للمستشفيات اول حاجه يطلبوا لك الفيزا باش تولي تداوي وتدير الاجراءات تاعك مجانا. ما عندكش هذيك الفيزا ربما تولي تخلص المعتمر تاعك يولي يخلص. خص الفيزا تاعو دائما معاه. ميقا سؤال حلاقه وشفره حلاقه هذه كانوا يكبروا عليها الناس. علاه نقولها خاص ينساها ولا ما كناش بعين اعتبار صح كي واحد ما يولي حاصل ما عندوش. لازم ننبه المعتمرين كي يجوا رايحين المطار باللي الدراهم هم ما يقدوهمش كل مرات العربه هذيك تحط 3 ريال وتولي يولي المرشد هو اللي يخلصها. لازم في الفندق تقول لهم هذا صح بارك الله فيك. ما عندنا حاجه مهمه اكثر من المهمه راح نشوفوها بعد. حاولوا باش نقدوها هذه روح مش الباسبور باسبور وحده والباسبور كي تدخل تمره ما وليش عندك باسبور خلاص. مش حاجه اسمها باسبور. عندك باسبور قبل ما تركب في الكار قبل ما توصل الى مكه ولا المدينه الباسبور تاعك راه تنحى ما يوليش تاعك تولي عندك الفيزا برك هي اللي تسمى الفيزا هذه قالوا والو الفيزا وحدها. الفيزا هذوك راه ولات الكترونيه وحدها. اش في الباسبور خلاص نكمل زيد. حاجه واحده اخرى حذاري لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. كثير من الناس تلقى معتمرين يتكاتلوا في الفندق، يتكاتل مع رئيس مع الفندق، يتكاتل مع الحارس، يتكاتل مع العساس، يتكاتل مع البوليس، يتكاتل ويعيط ويزقي. هذه راهي العمره تاعك راهي يحطوها لا رفث ولا فسوق. حاول انك حتى مع الزملاء تاعك وذاك العياط والحديث تاع الكوكا وتاع الاتاي وتاع كذا حاول في مكان طاهر استغلوا به قدر الامكان بحوايج تاع داخل الغرفه الاحترام والصبر. راح ممكن تكون مع ناس ما تعرفوش ما يفهموش تعيط عليه ولا واحد يشعل لهم راح يتكلموا عليه. حاول انك واحد يصبر لواحد. عند الخروج خلي المفتاح ولا هذا الباكيه هذيك الالكترونيك تحطها في البراسيكس وما تشيلهاش ما تاخذهاش في جيبك. هذا لان مع المجموعه 5 ولا 6 ربما واحد يوقع له مشكل ويرجع للفندق وانت راك ديت له المفتاح ما جايش. خليه خارج اي واحد خارج يحط المفتاح في الريسبسيون. اي واحد داخل يلقى المفتاح في الريسبسيون خارج خليه يكون. عدد الحقائب بك حسب البي دافيون كل وكاله تاع طيران راهي تحدد. احنا في الجزائر ولا خطوه الجمهوريه الجزائريه عندنا زوج حقائب تاع 23 كيلو جرام وعندنا حقيبه يدويه 7 كيلو تكون حتى 9 كيلو. مؤخرا اخر مره كنت فيها الاسبوع اللي فات الاسبوع هذا برك هذه تاع لحد 9 كيلو برك ما لحقش 10 كيلو.
بين 7 إلى 9 كيلو. الحقيبة اليدوية ممنوع السوائل، ممنوع أشياء حادة، ممنوع الولاعة، ممنوع الزلاميت، ممنوع الخيط، ممنوع السكوتش، ممنوع كل حاجة اللي تحسوا باللي راك رايح دير بها واحد المشكل للزملاء تاعك ولا الطاقم تاعهم ممنوع. ها؟ ديروا انا راهي قايدتني راه ما بقاش نحمل. كنت مره في باريس وجاي دخلت للمطار نلقى واحد اللي كيما هذا تاع عسل بدولار. شريت 10 قلت واحده لبي واحده لما واحده خالتي واحده لحمات وكذا ودرت في الكابات. نجي نفوت تاع الصالات حل الكابات قالت لي والله ما يفوت يا ودي راه مجال ما مشيت والله وراه الكاميرا شوفني وليت لوح فيها. معنى ذلك انك حاول في الكابا تاعك اللي طلعها الحوايج هذو كاع والريحه والديودور كلها حاول ما تجيبهاش. وحاجه واحده اخرى رانا نشوفوها كثير معليش نقولها مع كل احتراماتي للناس ما يسمى بعمليه التقرعيج خاصه عند النساء. تدخل الحوانيت تهاود تطلع وتهبط ولا قصد يديرني مع تاع ريسبسيونيست وكذا وكذا. هذه ماهيش من اخلاقنا ومش من ادابنا ورانا في المنطقه. حتى عند الرجال تلقاه يهاود ويدير ونقص ويعيط ويزكي وكذا لا مش وقت. كاين توقعات نحبسنا في هذا البول يعني توقعات رانا قلنا دير حساباتك بلي راك رايح تدير في المطاف رايح تدخل للمطاف يجي يقول لك ممنوع الدخول منا على 2 سوايع ولا 3 ساعات. توقعها انت كمشرف وحاول تدخلها. هذا الحديث انا رانا نقولوا فيه راك رايح تقولوا للمعتمر تاعك يوم اللقاء التحسيسي تقول له باللي توقع باللي رانا رايحين نهبطوا المطاف يقولوا لنا ما كاينش دخول باش يولي محضر نفسيا. توقع باللي رانا رايحين ندخلوا نركبوا المطار نركبوا على الساعه يقول لك الطياره ديال السلطه راح 3 سوايع ولا 4 سوايع. ماهيش مشكلتي انا كمرشد ولا مشكلتي كوكاله هذه خارج عن النطاق تاعي. توقعها انت يا معتمر. توقع باللي الفندق كي نروحوا له يقول لنا مازال ما تدخلش حتى 10 تاع الليل ولا 9 تاع النهار ولا ماهوش الفندق تاعك ولا حاجه. توقعها يا معتمر ماشي يا مشرف. البازارات ايضا الروضه ايضا كثير من المرات يقول لك الروضه يروحوا ناس معتمرين وما يدخلش الروضه في اليومين هذوك اللي يكون فيه في المدينه يقول لك ممنوع راه في عمليه اصلاح ولا كذا ولا كذا. لا دوكا مش الدرب تاعي انا كمشرف كمرشد ولا مش الدرب تاع صح كي نقولها له من هنا بلي توقع تصرى هذه الحاجه راح يقتنع بها شيئا. ممنوعات لقيتها ولا لقطه ولا شنو هي استنى الشيء اللي توا فيك لقطه ولا لقيتها ولا اللقط ممنوع تلقى 10,000 تلقى 1000 فرق. انا السنه اللي فاتت نلقى واحد بيدونه تاع عسل تشوف امريكا وقعد من البوليسي روح ديها الساعه ممنوع. عسل تاع 400 ريال انا حوالي 2,500,000 السيد نساها مريده وسكوتش وكذا يجيك ابليس هكا وديها سكر عينه وغمض عينه قول راني دايها المريض وكذا. ممنوع تزيد حتى لو كان دور ولا 1000 فراك ولا صغام ولا اي حاجه. اذا كان يقتضي الامر تهزو راه كاين اماكن اللي تحط فيهم هذه الاشياء هذه. وقطع الشجر والحمام وتحركوا وتحاوزوا كلها اشياء من الممنوعات. والحاجه اللي تكلمنا عليها لا رفث ولا فسوق. حاول ان اللسان تاعك يكون تما رطب بذكر الله ما كان لا نتكلموا كلام خارج والله كلام دنيوي هكا ونزيدوا نكملوا في الاشياء اللي ما عندها حتى معنى وهكذا. العبادات من اصبح منكم صائما كاين من اصبح منكم هذا حديث تاع الرسول صلى الله عليه وسلم مع الصحابه تاعو قال من اصبح منكم اليوم صائما. جاء سيدنا ابو بكر قال له انا من زار مريض قال له انا من صيام الزياره ومن تصدق قال له انا ومن الرابعه عياده مريض. هذه الاربعه هذو نقدروا نجيبهم في الحاره في مكه وفي المدينه. نزور مريض ندير صدقه نصيب تحكم بالحمام على بالك عاد ممنوعه ممنوعه عاد فيها غرامه. هذه نحاولوا يا عبادات نحاولوا اننا نديروها تما ما يمنع. حاول كل واحد فيكم على الاقل يدير ختمتين ختمه في مكه وختمه في المدينه ختمه تاع القران. وحاولوا على الاقل واحد فيكم ولا زوج ولا مره ولا زوج يدير الاعتكاف ليله ولا ليلتين في المسجد. وايضا معليش
إلا يقتضي الأمر نحبسو نحبسو، أنا ما عنديش مشكل. بصح راه كاينة فقرة مهمة جدا راني غير نجري فيها، فقرة مهمة جدا نحاول نفهموها، ما يسمى بالعلاقات، كيف نبني علاقات اجتماعية مع المعتمرين تاعك ومع الناس اللي راك تلتقي بهم. قلت تحويل العادات إلى عبادات. أنا راني راح نرقد، يقول يا مولانا راح نرقد باش نصبح نصلي الصبح ولا باش تقول لي عندي طاقة، ولا راني راح ناكل، راني راح ناكل. هذه الحاجة تاع العادة اللي نديروها يوميا، راني راح ندير المسجد يا ربي هذه الخطوات ولا راني نزيد في هذه الخطوات باش تكتبوا لي هذا. نحول العادة إلى عبادة. حبوب الحمام، سابقا كنت نقول للناس كي تجوا رايحين يبدوا معاكم شويه زرع منا باش ما تشوفوش مدعين، ولكن خرج يقولوا ان خرج قانون صح. عندي غير البارح دخلت من العمره كان الناس صلي على محمد، صلي على محمد، صلي على محمد. الناس حتى الضبط حتى الاول البارح يمدوا في الزرع، يمدوا. كان معايا واحد الشيء اللي راني درته في الفيديو. ايوه ما كانش عادي قدام البوليسي قدام العسكري قدام، ممكن تكون اشاعه دعايه. واحد يخاف يعني راهي فيها. معليش ناخذوا حذرنا، ولكن انا نقول في الواقع انا واش كاين. انا حتى ما كنتش نقول للناس بدوا هذه الحبوب، ولكن كي كنا تما كنا نشوفوا ناس تشري وذوك البائعين يبيعوا وذوك الناس يبيعوا ساشيات امام مرأى الامن. هذو كل الاشياء رانا المفروض نكونوا مع المشايخ، ما كناش نعاودوهم ورانا تكلمنا على جزء منهم، ولكن نتكلموا على حاجه مهمه جدا، كيف نبني علاقات اجتماعيه مع مختلف المعتمر تاعنا ولا مع الناس اللي نتلاقاو بهم في الفندق ولا في الطريق ولا العسكر ولا. وهذه راح نتعرفوا عليها من خلال التعرف على حاجه نسموها انماط الشخصيه. المولى عز وجل يقول وخلقنا لكم السمع والبصر والفؤاد. معنا ذاك علماء التنميه الذاتيه وضحوا لنا واحد الشيء، يقولوا لنا باللي ان الانسان يا اما يكون يستقبل المعلومه عن طريق البصر يسموه بصري، يا اما يستعمل المعلومه عن طريق السمع يسموه سمعي، يا اما يستقبل المعلومه عن طريق الحس ويسموه دون نمط حسي. معنى ذلك ان الناس ثلاث انماط، كاين الحسي، كاين البصري، وكاين السمعي. معليش ناخذوا بوز خفيفه تاع نصف دقيقه، اللي باغي يخرج يلا بسرعه. صلوا العصر. معليش العصر نخرج يا استاذ، ما كانش مشكل، ما قعدش بزاف، حوالي 10 20 دقيقه كاع بكثير. وخرج شويه معليش ما يلا اللي باغي يخرج باش نكمل. كملوا نخرجوا. ريحي يا استاذ، قعد يا الحاج، خليها من بعد، لان الشيء اللي راح نتكلم عليه مهم جدا وخص نفهموه مليح ويفيدكم في هذه الدوره هذه في حياتكم الاجتماعيه. باش نوصل الفكره نحكي قصتين، هذه قصتين واقعيتين اللي راح نتكلموا عليهم دابا. قصه صارت في مكيلي وقصه صارت في غردة. القصه الاولى زوج متزوجين، انا تزوجوا عن رضا وعن حب وعن قناعه وعن كذا وعن كذا، فوتوا الليله الاولى تاعهم، الليله الثانيه من الزواج تاعهم دخلوا الغرفه باش يرقدوا النوم، باش ياخذوا النوم. الراجل قال للمراه تاعو طفي الضوء، والمراه قالت له ما تطفيش الضوء. الليله الثانيه من الزواج تاعهم، راني قلت عندهم علاقه وتزوجوا ويبغوا بعضهم وكذا، طفي الضوء ما نطفيش الضوء، طفي الضوء ما نطفيش الضوء، طفي الضوء ما نطفيش الضوء. هز الزوران تاعو وراح يرقد برا، ودار في حسابه بلي راهي قضيه تعتق الناس، وهي دارت في حسابها بلي راه قضيه تعتق الناس، وقضي الامر. بالصدفه عندي صديق تاعي في غردايه محامي، كنت مريح عنده، يجي هذا السيد هذا ثاني صاحب المحامي، جاء حكى له القصه، قال له يا ودي واش راه وتقننت وراني يعطيني الاجراءات نتاع الطلاق وخلاص ما نقدروش ننام. قال له المحامي واش هي القضيه تاعك؟ قال له تقننت طفي الضوء، شعل الضوء، طفي الضوء. انا بالفضول تاعي قلت له المحامي ذاك هل نقدر نتكلم؟
نقدر ندخل؟ قال لي دخل ما كاش مشكل. قلت له قضيتك سهله، درك هذا الانسان هذا طفي الضوء نحط كلاصوه في واحد النمط اللي يسموه النمط البصري. هذا صاحب النمط البصري كيجي يرقد خص يطفي الضوء، يرقد في الظلمه خلاص. والمراه هذه اللي تبغي الضوء شاعل يسموها تنتمي الى النمط الحسي. الانماط الحسيين هذو كيجي يرقد هذا تكون عنده ضوء شاعل خلاص. عرفنا مبدئيا الخلاف منين وقع من عدم توافق في النمط، هو بصري وهي حسيه. نزيدو نبحثوا شويه نلقاو هذا البصري عنده واحد لوبسيون واحد اخرى دارها له المولى عز وجل، انه كي يرقد نسموه احنا بالدرجه تاعنا تخا، كي يرقد ما عادش ينوض، يضرب حداه القرابين ما ينوضش. درك هذا اللوبسيون تاع التخا هذه خص نوظفوها، تخص المراه هذه توظفها. واش قلنا لها؟ لا ما عادش خلي الزوج تاعك يرقد، طفي عليه الضوء صح في هذيك الفتره انت روحي اقضي صالحك، طيبي سيدي اغسلي ديري حاجه، تدخلي تلقي يرقد خلاص تخفى، ديري البيوزه تاعك ورش عليه الضوء تاعك اذا بغيتي الليل وتحل المشكل. شيء بسيط جدا. عدم درايتنا لهذه الانماط، كانت عائله تروح تتزرع على حاجه سهله برك ما فهمناهاش ولا ما نعرفوهاش ولا ما عرفناهاش خلاص. هو كان جاي يطلب في اجراءات الطلاق صح. كي عرفنا هذه الاشياء هذو فهمناه بلي انت واش تقدر دير، انت واش تقدر دير، انت المولى عز وجل خلقك هاك وهي المولى عز وجل خلقك كيما هاك وقضي الامر. هذه قصه اذا فهمناها ما نزيدش قصه ثانيه ولا نزيد قصه ثانيه. هذه صارت في مارس 2019. واحد العزوز عندها ولدها يقرا في سنه اولى متوسط، كان يقرا في الابتدائي ويطلع سنه اولى متوسط، شويه وانقطع عن الدراسه. قال لها خلاص ما نقراش، القرايه هذه انسيها ونعرفوا العزاز تاعنا، تروح دير له رقيه، تروح تنحلوا العين، تروح دير له بسيكولوج، تروح تميعلو، تعطي له الدراهم، كل حاجه درتها معاه. انا عندي واحد الاستشارات تربويه نديرهم، ما عارف شكون اللي خرط عليها خرطه، قال لها روحي شوفي فلان، جاتني تبكي وكذا وكذا، قالت لي واش راه صاري؟ قلت لها ما كاينش مشكل نديروا معها، ندير معها لقاء بصح بدون ما تقول لي له روح فلان، خليني نعتيني وين يقرا وين يريح وين يجمع. المهم بديت عليها لي كوردوني وكذا وكذا، بديت نتواصل معها وديت معها جلسات كذا. الجلسه الاولى غير تعارف وحكايات ونلعبوا الشطرنج وكذا وكذا. المهم الجلسه الثالثه دخلت في الموضوع، واش راك داير في القرايه؟ قال لي والله ترى بيه. وين راك تقرا؟ قال لي نقرا في المتوسطه الفلانيه. واش من القسم؟ قال لي القسم الفلاني. واش من الكرسي؟ قال لي فلان. قلت له كذاب غير تفرض، راني غير مسكنت في المدرسه تاعك وشفت فيك وما تكونش. قال لي والله يا شيخ انا غير بطلت القرايه. كاع ولا بطلت؟ قال لي راه بطلت صح. انا دوك راه صرح بها وحده. وعلاه بطلت؟ قال لي استاذ الرياضيات راه قال لي انت ماكش متادب، انت ماكش متربي، ولا ما جبتش الاب تاعك ما تزيدش تدخل. تبعوها معايا مليح، قال له ماكش متربي وماكش متادب، ولا ما جبتش الاب نتاعك ما تزيدش تدخل عندي. الطفل هذا يتيم ما في سنينك عند امه. دوكا باش يقول هذا الحكايه للام تاعو معناها هي باش ما رباتوش مليح وما ادباتوش مليح وكذا وكذا وكذا. يلا شكون الاستاذ تاعك؟ قال لي فلان. من حسن الصدف ان هذا فلان كان زميل تاعي، قرينا كاع الابتدائي والمتوسط والثانوي ورحنا حتى لغواط. هو دار التعليم وانا درت لاصونت، معناها تربطنا واحد الزماله رائعه جدا. والديفو تاعو انه ما يطيحش من العود ومزير. كي سمعت انا هذه اللقطه هذه ديت له زوج من الزملاء تاعو، قلت لهم رانا ضمنا فيها دجاجات ونروحوا عند السيد وطيحوا. رحت له سيدي السلام عليكم وعليكم السلام، واش قصتك مع التلميذ الفلاني؟ قال لي السيد واش متربي ويعيط عليا ويزيدو وكذا وكذا. قلت له هذه هي؟ قال لي هذه. قلت له كان تطلع انت غلط واش يصرى؟ قال لي واش تطلبوا؟ قلت له نطلبوا يا سيدي كيكوطه تاع مخلول تعرفوها، يدوها الشباب واحد الرجال واحد الاخر. قال فيها. قلت له انا عندي المزوج وهذا المزوج عليه الديسير وانت دير خلاص نقص عليه خلاص يلا بدينا في النقاش. قلت له اولا درت خطأين جسيمين. الخطأ الاول ان السيد الاب تاعو ميت، قلت له جيبو بوي. المفروض انت كاستاذ تكون عندك خلفيه على التلاميذ تاعك، شكون اللي بويو حي وشكون اللي بويو ميت وحالته الاقتصاديه وحالته الصحيه كل هذا شيء تكون عارف.
قلت له جيب بويك هو بويو ميت، هذه راه ظلمته. الحاجه الثانيه كاينه خطا فيك انت من المفروض انك تكتشفه ولكن ما اكتشفتوش. واش هو هذا الخطا؟ قلت له الطفل هذا من النمط البصري، هذا النمط البصري كي يكون يتكلم بصوت جهور ويحرك يديه ويدير كيما هاك وكذا وكذا، والاستاذ من النمط الحسي ما يبغيش تزكي عليه، ما يبغيش دير له هذه الاشارات والايماءات وكذا. كي ولا هذا التلميذ يتكلم بهذا الشكل هذا حسوا باللي راه مش متربي ومش متنظم كذا. المهم كي قنعه ودرنا له يعني داك الشيء. فهمنا القصتين؟ فهمنا. نكملوا دوكا رايحين نكتشفوا الشيء اللي راح نحرصوا عليه ولا بسيط عليه واعتذر له كاع. يلا نكملوا باش معليش شويه صبر برك وشويه سكوت. اللي ما فهمش حاجه فهموا بها ونفوتوا بسرعه، لان هذا الشيء هذا اللي رانا راح نتكلم عليه هو دوره كامله تاع الانتياب، ولكن راح نحطوها في فلاش باك. الهدف من هذا الشيء اللي راح نقوله واش هو الهدف الاول؟ انني نعرف روحي انا كمرشد. هل الله يسامحوني الحديث الهامشي ده والله يدير لي واحد خربشه هكا اللي باغي يتكلم يزيدو ما عادش يتكلم حتى الغدا ما كاش صح. انا نتكلم واحد اخر يتكلم وانا الله قلبي انا ربي يخلق نتكلم خلاص. قلت هذا الشيء اللي راح نتكلموه كل واحد فيكم يعرف النمط نتاعو من خلال بعض الاختبارات اللي راح نديروها. يصنف روحه يا اما بصري يا اما سمعي يا اما حسي. خلاص الحاجه هذه دوكا راك رايح من بعد الخطوه الثانيه تصنف هذا الانسان اللي راح تتكلم معه، يا اما ابنك يا اما الزوجه تاعك يا اما صاحبك يا اما معتمرين يا اما حارس في الفندق يا اما سائق حافله يا اما كذا يا اما كذا. كي تعرف النمط نتاعو راك رايح من خلال النمط نتاعك اللي راك عارفه والنمط نتاعو راك رايح تتكلم معاه بطريقه اللي ما يوقعش فيها خلاف، اللي ما يوقعش فيها الطلاق، اللي ما يوقعش فيها الفصل عن المدرسه، واللي ما يوقعش فيها كثير من الاشياء اللي رانا نعيشوها. اول اختبار هذو ثلاثه جاوا من الحج، رحنا لهم كل واحد فيهم قلنا فينا شويه عن الحج. الاول واش قال؟ يخطر ببالي صور الحرم المكي او الكعبه او الجمرات او عرفات، صور والوان تمر بخيالي. واش وظف هذا السيد هذا؟ وظف البصر تاعو. معناها مبدئيا هذا الانسان اللي يحكي بهذه الحكايات هذو نحطوه بدون النمط البصري. رحنا لحاج واحد اخر قلنا له بكينا شويه وكذا، قال اسمعوا اصوات الحجيج وهم يلبون ويبتهلون الى الله واسمعوا صوت التكبير في ايام التشريق واش راه يوظف هنا؟ السمع. مبدئيا نحطوه دون نمط سمعي. واحد اخر ثاني رحنا له قال لنا اشعر بمشاعر فيها روحانيه واحساس بالايمان والطمانينه وكي يدخل الجامع يحس بروحه مرتاح والات. وين نحطوه هذا؟ حطوه في دون نمط الحسي. معنى ذلك ان الناس الموجودين على الكره الارضيه يا اما يكون بصري يا اما يكون حسي يا اما يكون سمعي. هذا الاختبار الاول حطوا على صاحبك ولا عليك والله شوف انت واش راك توظف. دوك نشوفوا الكلمات نفس الشيء، شوفوا الكلمات اللي يوظفها كل نمط. النمط البصري يقول انظر، يظهر، وضح، تخيل، شوف، صوره، حاول تشوف، شفت واش راه يقول، واش راه يقول، شفت واش راه يقول. المفروض نقولوا سمعت واش راه يقول، لان السمع ما نشوفوش نسمعوه. هو انا واش راه يقول، شفت واش راه يقول. خليني اشوف كلام غير واضح. كل هذه الاشياء، هذه الكلمات ولا هذه المفاهيم اللي يقولها هذا الانسان هذو تعبر عن البصر. نروحوا للحس السمعي يقول اسمع، تكلم، صياح، ازعاج، بكاء، صوت، قل، انصت. سمعت واش راه يقول. لو راه كان يقول شفت واش راه يقول، وهذا يقولنا سمعت واش راه يقول. كاين مرات وانت تكون انت في غرديه وهو في تتكلم فيها سيدي وراك شفت كذا راك تسمع فيها، سمعت واش قالوا، تلقاه يوظف هذه المفاهيم هذو يخلصوه. الحسي اشعر، احس، ساخن، بارد، ضغط، استراحه وكذا. كل هذه المفاهيم تكون عند الحسي، وهذه تكون بعض المفاهيم مش كلها عند السمعي وتكون عند البصري. من خلال الكلمات اللي ينطقها هذا الانسان اللي امامي
نعرفوا باللي راهو سمعي ولا بصري ولا حسي. يقدر يكون الانسان عنده نمطين. خليه نزيدوا اختبار واحد اخر، هذا اختبار ثاني، نزيدوا اختبار ثالث. هذا روح تعال صدهاك للجمهور. هذا هو 24 صدهاك شوف ليش العقل تبارك. واش مسمى؟ شنو كنا شنو؟ واش كنت لابس نهار الاول؟ هاو ديك البانه جات الدوره ولا فين؟ واش كنت لابس نهار الاول؟ السروال كلاسيك. وشحال جبت في الرياضيه؟ 10. ما يهمناش ما يهمناش. واش بحثوا في العيد الكبير؟ نعم روح خلاص. باش نعرفوا النمط نتاع هذا الانسان اللي راهو امامي نشوفوا من خلال نظره العيون. خلاص دركا نطرحوا مثلا واحد السؤال يتطلب شيء من التفكير. طرحنا له سؤال دركا دور النمط البصري كي يبغي يتفكر حاجه. شكون المعلمين هنا؟ معلمين ولا الاساتذه ولا زيد هز ما تخشميش صح. قلنا هذا البصري معليش البصري مظلوم دائما مظلوم، خاصة أيام الامتحانات. حطوا له سؤال باش يجاوب عليه خص يشوف في السقف. يجيه الأستاذ هذاك اللي الله غالب عليه يقول له هبط عليه. إذا تقلقتوا نحبس. خلاص قلت هذا البصري مظلوم. يجي الأستاذ ويقعد يشوف في السقف باش تجي المعلومة، لأن المولى عز وجل خلقه كيما البصري كي يكون يفكر في حاجة يشوف في السقف. وكنقول له يجي الإمام يجي هذا الأستاذ يقول له هبط عليه. غادي يشوف الورقة تاعك هنا راه ظلم. خلاص لأن التفكير تاعو باه تجي المعلومة يخص يشوف الفوق. هذا سميناه دور نمط البصري. دور نمط الحسي السمعي كي نطرحوا له سؤال قادم يولي يا اما يشوف من جهه اليمين اليسار من جهه هذه ولا يشوف من جهه هذه. اذا ولاو عينيه يروحوا منا ولا يروحوا منا هذا مبدئيا نكلاسوه من النمط السمعي. والنمط الحسي هبط عينيه تحت. هذاك الانسان الحشام اللي دائما يشوف في الارض هذا نسموه دو نمط الحسي. هذا اختبار ثالث. نشوفوا شيء واحد اخر من خلال حركات الجسد. النمط البصري يقف معتدل القامة وذلك مع ميلان خفيف إلى الوراء. هذا البصري هذه هو هذاك الإنسان الشيكور ذاك اللي يوعى حتى ولا كتلقاه غير باقي وكذا صح في رياح تلقاه يعرض كتافه طلع راسه فوق ويتحرك كما هذه الوقفة تاعو. رأسه وكتفيه يتجهان إلى الأعلى دائما يطلع راسه وحركات يديه تصل إلى مستوى كتفيه. كي يبغي يتكلم يزيدو كما هذاك الطالب اللي رانا كنا نتكلموا عليه من قبل التلميذ هذا كان مع الأستاذ كان يهز يدو. هذا حطيناه في النمط البصري. هذا النمط البصري هو الناس اللي كانوا زمان تعرفها كي الطنجر يديروا لك حيث في صبعكم دوك اللي يتنقلوا هما النمط البصري. علاه الطنجر دائما عليه فوق يمشي يضرب في العقبه ويدير كذا وكذا يجيبها في عشر مسكين. السمعي باختصار شديد يعني تميل قامته الى الامام قليلا. البصري يكتمها والسمعي يهبط شويه راسه مش ياسر ولكن يهبط راسه. دائما تلقاه يا اما بهذا الشكل يا اما بهذا الشكل دائما مميل راسه بهذا الشكل يسموها مسكه الهاتف كيما راه يتكلم في التليفون. هذا يحس سمعي. الحس يقف مائلا بقامته الى الامام. هذاك الحشام اللي دائما هبط راسه مقوبس وكذا هذا يسموه دو نمط الحس. الشيء اللي يهمنا فيه باش نختصروا ونفوتوا نلقاوه هنا. البصري صوته مرتفع وجهوري وسريع. يكون يتكلم بصوت جهور يعيط يزقي والكلام تاعو سريع كما هذاك الطفل اللي راه كان يتكلم مع الاستاذ تاعو الصوت تاعو جهوري وسريع. الطفل الاستاذ هذاك تاعو قال راك تشكر عليه راك تعلي في صوتك وكذا ولكن المولى عز وجل خلقه كما خصو يتقبلوا. متسرع في قراراته يقول كلام لا يقصده يتكلم بسرعه. يقول 1 زائد 1 يقول 5 بعد ودي سامع الجواب. معنى ذلك ان الكلمه ولا الجواب اللي يقولوا في المره الاولى لا ناخذه بعين الاعتبار. هذه للمعلمين دائما نعطي له فرصه واحده اخرى باش يجاوبك الاجابه الصحيحه.
يلجأ إلى الحركات التمثيلية أثناء تحدثه مع الآخرين، لا يكون بركي، يلجأ إلى الحركات كي يتكلم طلعنا هبطنا يحرك يديه ويدير هاك ويدير هاك، وهذه الحاجة اللي قلقت هذا الأستاذ اللي كان حسي هذا البصري. السمعي كثير الأسئلة هو يحب المناقشة ويجادل من أجل المجادلة، تلقى النهار هو يتكلم مريح يسمع غير هو يحكي. ولا كنت عندك واحد من هاد الناس بعد غير تشوفوا من بعيد دير هذاك مارد تاع داير بلاي خارج من دارو بلاي كاع ما يسكتش ويقلق. بصح كي نعرفوا هاد الاشياء هذو ما نتقلقش منهم. علاه باش ما يكونش بيني وبينه خلاف. مولا عز وجل كيما عارف خص انا نهبط انزل الى مستوى يدندن يقلد لا يحب الاختبارات الشفهيه صعوبه اتخاذ قرار تحت الضغط ولا يحب الروتين الحسي يميل الى الهدوء والتحدث ببطء. هذه الاشكاليه اللي وقعت بين هذا وبين هذا عيط وزقي وكلم وتحرك بيديه وهذا يتكلم بهدوء صوته منخفض وما يبغيش هذه الحركات ما يبغيش هذا. خلاص فهمتوني واش راني نقول واش باغي نقول؟ درك معنى ذلك انا يدرك نعرف روحي انا يا اما بصري ويا اما سمعي ويا اما حسي. خلاص انا راني بصري نتلاقى مع واحد حسي يخص انا ننزل الى المستوى تاعو انا نرجعوا الى الارشاد. انا مرشد بصري وعندي معتمر حسي. خلاص يخص كي نتكلم معاه ما نتكلمش معاه بالصفات هذول. كي نولي نتكلم معاه ما نتكلمش معاه بصوت جهور وما نتكلمش معاه بالايماءات وما نتكلمش معاه بالحركات. خاص اذا كان تكلمت معاه بالصفه نتاعي انا راح يتقلق مني ويقول لي انت ماكش مرشد مليح وانت راك توعر عليا وانت راك تطلع في صوتك وماكش محترمني وماكش دير لي وماكش دير له وهكذا. خلاص يخص انا ننزل الى المستوى تاعو. كي نتكلم مع الحسي نتكلم معاه بهدوء وبدون حركات نتاع اليد ونتكلم معاه بكلام اللي يبغيه هو. والعكس صحيح هي المشكله بين هذا وبين البصر وبين الحسي بس السمعي دائما تقريب في الوسط. والعكس صحيح اذا كنت انا حسي ما نخليش هذاك المعتمر اللي بصري هو يهبط. انا نكون ندير الصفات نتاعو نطبق معاه نتعامل معاه بالصفات نتاعو نعلي الصوت نتاعي حتى ولو كنت انا حسي بصح اتدرب على ان نطلع الصوت تاعي وندير الايماءات وندير الحركات هكا باش يسمع باش الميساج تاعي راح يوصل بطريقه سهله. خلاص هذه خص كل واحد فيكم هذه مهمه جدا سواء كنتم مع المعتمر تاعكم ولا مع اخوتك ولا مع اولادك ولا مع الاساتذه تاعك ولا مع زوجتك ولا مع زوجك. خص نعرفوا هذا كثير من الاشكاليات وكثير من المشاكل توقعنا من عدم فهمنا لهذه القضايا نفهموها. خلاص انا كمدرب ولا كمرشد ولا كأب ولا كأستاذ خص انا ننزل هذاك الانسان اللي راه معنا ماشي نخليه هو يطلع النبو. انا نهبط نتعلم ونهبط له باش نرد باش نتناقش معاه ونحاوروا بالطريقه اللي تعجب اللي تساعد. نزيدوا هذه وخلاص باختصار شديد دائما. يلا وقيل سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله. نكملوها انا ما بقيتش يلا باختصار يا استاذ اريحنا خلينا نكملوا من بعد. كاينه حاجه مهمه رايحين نكتشفوها من خلال لغه الجسد. واش معنى لغه الجسد؟ كاين واحد الحركات يديرها الانسان وهذه هذه الحركات لو كان ما نعرفوهمش ممكن ندخلوا في صراعات ايضا مع الناس. خص انا كمرشد ولا كمعلم ولا كأب ولا كأستاذ ما نديرهمش. عندنا هذه الحركه هذه الانسان كتف يديه انت تشوفها شيء عادي ولكن في لغه الجسد هذا الانسان اللي يوقف امامك وكتف يديه راهو يقول لي باللي مانيش محترمك مانيش مقتنع بالكلام اللي راك تقول فيه. لو ميساج بيني وبينك ماهوش يفوت. خلاص معنى ذلك كي يكون امام المعتمر تاعي ولا اي واحد انا راح نتقابل معاه ما نكونش داير بهذا الشكل هذا. هذا الشكل راه يوحي باشياء ماشي مليحه. خلاص حاول ان دائما نكون مطلوب. الشيء الثاني عمليه وضع اليدين في الجيبه راك امام الناس وداير يديك في جيبك راك تشكر عليه راك تطلع عليه اليدين راك تحس بلي راك انت اكثر من درجه وهكذا. يخص ايضا هذه الحركه ما نديرهاش. هذه تعتبر سيطره زائده تشوف قدام الناس وديرها شيكو ما نديرهاش ولا هذه كما نديرها تشكر عليه ما واحد يسمع. الابتسامه الزائده راه واحد من المعتمر تاعك حكات لنا قصه ولا نكته ولا حاجه من الحوايج. الحاج موسى شد التليفون خليها
خلاص قلت ابتسامه، واحد من المعتمرين تاعك جاب واحد النكته وما عجبتكش بديت تضحك درت الابتسامه تاعك. اذا كان قافز يعرف بلي راك صح ابتسمت ولا الابتسامه الصادقه العيون تاعك كنت ضيق في العينين تاعك، اذا ولي العيون تاعك مفتوحين تاعك تبتسم راك غير تهف فيه ما تقدرش. هذه الجلسه تاع انسان واثق من نفسه، هذه الجلسه تاع انسان واثق من نفسه. يلا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين.